ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو اخبار جديد. والنهارده هو مش فيديو اخبار قوي، هو كل اللي معانا خبرين بس، والخبرين من وي. معرفش وي ليه اخبارها كترت قوي كده، احنا لسه برضه عاملين فيديو اخبار قريب جدا، ولكن ده جه بعديه على طول لان في خبرين لازم اطلع اتكلم عليهم، وخبرين مهمين. ومنهم واحد ان في ضعف الباقه وعرض كده الناس بتحبه ورجع تاني، وكمان الخبر التاني وده برضه خبر مهم هو ان شركه وي نزلت باقات جديده للموبايل. فهنعرف بقى النهارده هل فعلا الباقات دي مناسبه ولا مش مناسبه. طب لو انت مشترك مع وي تشترك فيها ولا لا؟ طب الارقام اللي فيها جامده جدا دي حقيقيه ولا ايه اللي هيحصل معاك؟ لو انت طب مشترك مع شركه ثانيه تروح تحول لوي بنفس رقمك عشان تاخد العرض الجديد او الباقات الجديده ديت وهتبقى فعلا موفره بالنسبه لك. هنشرح بقى كل التفاصيل دي، اقول لك مميزاتها وعيوبها، وهنقارنها كده بنظام فودافون فليكس في اخر الفيديو. فالفيديو النهارده ده محتاج تركيز كده، كوبايه الشاي وكوبايه القهوه الجمال بتوعك، علشان تطلع من الفيديو ده عارف فعلا باقات الموبايل الجديده ديت هتبقى مفيده بالنسبه لك ولا لا، وهل ممكن تجيب اصلا خط تاني مثلا تحطه مع الخط الاساسي بتاعك لو لقيتها مناسبه لحاجه معينه. هظبطك النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتنزل تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. طبعا نبدا بقى باول حاجه معانا، وده حاجه محببه الى قلبي، ودي حاجه بصراحه بتريحني نفسيا لما بخش الاقيها، وهي الباقات الاضافيه بتاعت شركه وي اللي بينزل عليها عروض تبقى ضعف الباقه. لو انت مشترك مع شركه وي ودخلت تضيف باقه اضافيه هتلاقي عندك باقه 8250 جنيه تديك 500 جيجا. هو ده العرض اللي كان موجود في رمضان واختفى كده بعد رمضان في العيد، يعني قعد مثلا 3 4 ايام مش موجود وبعد كده رجع تاني، وهو نفس العرض او قريب من العرض اللي كان موجود قبل رمضان اللي هو كان ال 200 جنيه يديك 400 جيجا، وفضل مستمر معانا فتره حلوه. فيعني اتمنى العرض ده يفضل موجود مدى الحياه، والله يعني انا هبقى سعيد. ولكن برضو في نقطه لازم اتكلم عليها، نقطه مهمه جدا عشان دي محل جدل في كل فيديو، مهما اتكلم عليها برضو الناس هترجع تقول لي وتسالني، واللي يقول عليا لا غلط وانت بتقول مش. بصوا يا جماعه من الاخر، موضوع ترحيل الجيجات، هل فعلا لما الشهر بيخلص الباقه بتروح معاك للشهر الجاي ولا لا؟ انت عملت باقه الانترنت الاضافيه اهو دلوقتي بس ميعاد تجديدك كمان اسبوع، هل هتكمل معاك في الباقه الجديده ولا هيبدا يستهلك من الجديده؟ قولا واحدا، لو انت بري بيد او دفع مسبق زي معظم الناس فالباقه الاضافيه بتترحل معاك وبتروح للشهر الثاني، اولويه الاستهلاك بتبقى من الاضافيه مش من الاساسيه، يعني هيخلص الاضافيه الاول يبدا بقى يستهلك من الاساسيه اللي انت لسه شاحنها بعديها. انما لو انت بوست بيد او مشترك على انديجو فلا مالهاش علاقه، هيستهلك من الباقه الاساسيه الاول حتى لو الاضافيه ميعادها هيخلص الاول. فللاسف لو انت انديجو ما رشحلكش باقات اضافيه الا لو انت واثق ان انت هتخلصها قبل الميعاد بتاعك اللي هو بيبدا غالبا يوم 1 في الشهر. ويلا بينا بقى نتكلم عن باقات الموبايل الجديده بتاعت شركه وي وهي سوبر كيكس. ولو جيت كده تبص على الباقات الجديده ديت هتلاقيها بتبدا من 20 جنيه لحد 100 جنيه، وبتديك كيكسات او وحدات من اول 1475 كيكس لحد 13600 كيكس، وعروض بقى وحاجات، والكيكس مش عارف بيدي قد ايه وازاي اصلا بتوصل لحد، طيب ايه كميه الابلكيشنز الفري ديت والسوشيال ميديا والستريمنج. لا الموضوع فيه تفاصيل كتير كده، محتاج تركيز عشان تعرف ازاي فعلا دي مفيده بالنسبه لك ولا لا. وكمان مش كل حاجه مكتوبه على الويب سايت. بص يا سيدي، لو بصيت على الرقم اللي هو كام كيكس او كام وحده مقارنه بالفلوس فهتلاقي فعلا لا في فرق كبير بينها وبين الباقات اللي كانت موجوده قبل كده، وفعلا الرقم ده احسن بكتير من الارقام بتاعه الباقات القديمه او كيكس القديم. بس لازم تخلي بالك ان هو بيقول لك تصل الى 1475، تصل الى، يعني مش في كل الحالات هتصل للارقام دي. تعال بس كده اوريك الساعات الاساسيه من غير اب تو. هتلاقي كيكس 20 بيديك 725 وحده، و25 بيديك 950، و35 بيديك 1600، و45 بيديك 2500، و65 بيديك 3250، و80 بيديك 4300، و100 بيديك 6500. بس تعالى اقول لك بقى بتصل ازاي وهل فعلا الموضوع مفيد ولا مش مفيد. وخلي بالك مش الباقات كلها ليها نفس المميزات، يعني كل ما بتعلى كده بالباقه كل ما بتلاقي فيه مميزات اكتر. بص يا سيدي، دي اي رقم جوه شركه وي سواء محمول او ارضي بواحد كيكس، والدقيقه لكل الشبكات برده بواحد كيكس، بس في حد معين هنتكلم عليه كمان شويه. والكيكس ده بقى ممكن تستخدمه على مواقع السوشيال ميديا ب 3 ميجا، كل كيكس يديك 3 ميجا. بس ما تنبهرش عشان في برده حد معين، مواقع السوشيال اللي هي فيسبوك بقى وانستجرام وواتساب وتويتر وجوجل مابس، ما اعرفش ازاي جوجل مابس عباره عن سوشيال ميديا بس ما علينا، وانغامي وساوند كلاود وسناب شات وتيك توك وماسنجر، يعني معظم الابلكيشنز اللي انت ممكن تحتاجها. والكيكس بقى لاي موقع من مواقع الانترنت الثانيه بيبقى بواحد ميجا. الكلام لحد هنا يعتبر حلو جامد ومحمس، بس الكلام ده في الباقات اللي هي من اول 20 لحد 35. لو نزلت بقى كده عشان تشوف الكيكسات هتديك قد ايه على الباقات اللي هي من اول 45 فهتلاقي مواقع الاستريمنج كمان بقت موجوده من ضمن الباقات ديت، يعني كل واحد كيكس بيديك 2 ميجا للستريمنج، والستريمنج طبعا شامله يوتيوب وشاهد ونتفليكس، ما اعرفش واتشت مش موجود ليه. كمان من الحاجات الاضافيه اللي هي من اول باقه 45 تقدر تضيف فردين من افراد العائله وتكلمهم كل فرد فيهم الدقيقه او دقيقتين بواحد كيكس. كمان من اول باقه 45 تاخد قائمه شراء كل 3 تجديدات متتاليه ب 35 جنيه تقدر تصرفها من ماكدونالدز. من اول كيكس 65 بقى تاخد اشتراك مجاني على جوي تي في. في حاجه جامده جدا بقى على كل الباقات بتاعت كيكس الجديده، وهي ان انت هتاخد 25% زياده على اي باقه نايترو او اي باقه انترنت تشترك فيها اثناء ما انت مشترك مع كيكس. لحد هنا بقى ده الكلام الجميل جدا والكلام الحلو قوي، وفعلا الباقات كده ده الموضوع كده بقى زي فودافون فليكس وبتاخد حاجات جامده والدقيقه ب2، ولكن
في هنا ليميت للحاجات دي. تعالوا بقى دلوقتي نعرف الليميت دي قد ايه، سواء بقى الابلكيشنز اللي هناخدها فري زي فيسبوك وانستجرام واتساب والحاجات بقيه الحاجات. يعني تعالوا كده نركز. بص يا سيدي، انا قلت لك في اول الفيديو ان انت تقدر تكلم اي شبكه بالكيكسات ديت، ولكن في ليميت. الليميت ده بقى بيبدا من 15 دقيقه لحد 185 دقيقه، طبعا على حسب الباقه اللي انت مشترك عليها والجدول قدامك. مجرد ما تخلص عدد الدقائق ده، فالدقيقه بقى بتبقى مش بواحد كيكس، للشبكات الثانيه بتبقى ب5 كيكس. كمان بقى الوحدات اللي بتستخدم للسوشيال، ودي حاجه بصراحه كانت مبهره جدا، اللي هو اديك الكيكس دي 3 ميجا، دي ليها ليميت برده من اول 25 ميجا لحد 600 ميجا، ودول زي ما انت شايف كده في الجدول اللي قدامك على حسب الباقه اللي انت مشترك عليها. بعد ما بتخلصها بيبدا يحسب معاك بقى كل كيكس ب1 ميجا بس. والستريمنج نفس الموضوع، بيبدا معاك بقى من 150 ميجا لحد 600 ميجا، او من 150 وحده مش ميجا، لان كده الوحده هتديك 2 ميجا، ف 150 لحد 600، وفوق برده كانت من 25 وحده لحد 600. فبعد كده هيبدا يخصم معاك الواحد بواحد. الفكره حلوه بس الليميت قليل، يعني الليميت يخليك ما تلحقش، يعني مثلا 50 وحده بس 120 مش عارف 180، وبعد كده عشان تاخد الواحده بثلاثه. لو كان الليميت كبير او مفيش ليميت اصلا زي فودافون مثلا في السوشيال اللي انت تستخدمهم على من الفليكسات بتاعتك، الموضوع كان هيبقى جامد جدا. تعالوا كده اقول لكم موضوع الانترنت المجاني للفيسبوك والواتساب والانستجرام، عشان انا كاتبهم هنا ومش موجودين على الويب سايت للاسف. فلو انت مشترك على كيكس 20 فهتاخد 25 ميجا لفيسبوك وانستجرام وواتساب، دول ببلاش قبل ما يبدا يخصم الباقه بتاعتك. ولو انت على كيكس 25 هديك 50 ميجا، و35 هديك 100 ميجا، 45 هديك 100 ميجا برضه، و65 هديك 200 ميجا، و80 و100 يعني كيكس 80 وكيكس 100 هيدوك 300 ميجا لفيسبوك وانستجرام وواتساب، وبعد ما يخلصوا يبدا بقى يخصم من الباقه بتاعتك. زي ما قلت لك ان الليميت قليل اللي هو بتاع السوشيال او الكيكسات اللي انت بتستخدمها على الستريمنج او تستخدمها للشبكات الثانيه، بس في حاجه هنا اسمها بوستر، اللي هي ممكن تعمل بيها بوست لعدد الكيكسات اللي انت ممكن تستخدمهم في الحاجات ديت، تحصل على ضعف الحد الاقصى. يعني مثلا تدفع 3 جنيه لباقه 20، و5 جنيه ل 25، و7 جنيه ل 35، و11 جنيه ل 45. كمان لو الوحدات بتاعتك خلصت بقى ممكن تضيف باقات اضافيه هنا، من ضمنها 3 جنيه بتديك 70 وحده، و5 جنيه بتديك 140 وحده، و500 ميجا لبرامج ومواقع السوشيال ميديا، و10 جنيه بتديك 460 وحده مع 1000 ميجا بايتس لبرامج برضو ومواقع السوشيال ميديا. الباقات الاضافيه دي صالحه لمده 28 يوم، يعني لو باقتك خلصت هتروح معاك للباقه بتاعت الشهر الجاي. وطبعا الباقات الاساسيه دي كلها بتترحل للشهر اللي بعديه لو انت جددت الباقه بتاعتك في ميعادك. ونيجي هنا بقى للكلام المهم، هل فعلا الباقات ديت مناسبه ولا فودافون مثلا فيليكس مناسبه؟ احنا عارفين طبعا يعني مفيش كلام ان فيليكس اجمد نظام موبايل موجود في مصر عشان كل الحاجات اللي موجوده فيه والفيتشرز اللي موجوده فيه. فهل فعلا النظام الجديد بتاع شركه وي بقى زي فيليكس مثلا؟ تبدا دلوقتي تفكر تقارن بينهم ولا لا؟ بص، فيليكس في فودافون ما فيهوش كميه الليميتيشنز اللي موجوده هنا. يعني مثلا لو انت شفت ان انت تستخدم المواقع على او الانترنت او الفليكسات على السوشيال ميديا، فما فيش حد اقصى، تقدر تستخدم المواقع دي براحتك. بس على الناحيه الثانيه فودافون ما فيش ستريمنج، ولكن في وي هتلاقي ستريمنج. كمان بالنسبه للدقائق ففودافون في ميزه قويه جدا فودافون، اللي هي انت تقريبا معظم الناس اللي انت هتكلمهم بفودافون فدي هتبقى معاك بوحده بس. كمان بقى ما تنساش ان فودافون لو انت بتكلم اي حد فيليكس زيك ففي خدمه فليكساويه، فهتلاقي الفيليكس الواحده بتديك دقيقتين لارقام فيليكس، ومعظم الناس اصلا برضو في مصر مشتركه في فيليكس، فهتلاقي نفسك قاعد بتكلم الناس كلها الفيليكس بتديك دقيقتين. كمان فودافون برضو هتاخد انترنت زياده لو اشتركت على باقات الانترنت وانت مشترك مع فيليكس، فالموضوع هنا وهنا واحد. لكن مميز شويه فودافون، انت ممكن تحط باقه يوتيوب مثلا ب5 جنيه تديك من اول 500 ميجا لحد 2 جيجا على حسب الباقه اللي انت مشترك عليها، او مواقع ثانيه غير يوتيوب، تيك توك وحاجات زي كده وجيمنج. كمان بقى الليميت بتاع التطبيقات الفري في فودافون هتلاقي هناك فيسبوك واتساب، انما في وي عندها انستجرام زياده، ولكن هتلاقي فيه عدد كبير من الميجات بتاعه الفيسبوك مقارنه بوي. يعني لو جينا لاكبر حاجه فودافون هتلاقي بتاخد بال100 جنيه ديت جيجا ونص، انما في وي بتاخد 300 ميجا بس بنفس ال100 جنيه. ما تنساش طبعا لو انت في فودافون نجمه 365 شباك جامده جدا، اللي هو انت ممكن كل مره وانت بتجدد لازم تطلبها بقى، تاخد ضعف الباقه او مره ونص الباقه، او ممكن تاخد الباقه بنص ثمنها. فانت دلوقتي كده شفت الفرق بين الاثنين، تقدر دلوقتي تقيم مين الافضل بالنسبه لك سواء فودافون او وي حسب استخدامك انت. هل انت فعلا بتتكلم ارقام فودافون كتير، ففودافون طبعا اكيد هتبقى مناسبه بالنسبه لك اكتر عشان ما تقعدش تتكلم الوحده ب5، ولا انت مثلا الشبكه بتاعت فودافون عندك مش كويسه، محتاج الشبكه بتاعت وي في الانترنت، فتاخد وي مع الباقات الاضافيه بتاعتها او باقات الانترنت بتاعتها عشان تاخد عليها، لان وي طبعا عارفين يعني ارخص باقات انترنت اللي هي نايترو في مصر. فلما هتاخد الوحدات كمان مع وي ومع الانترنت فانت كده هتاخد انترنت ارخص وارخص. فلو انت بتستخدم انترنت بس تروح لوي، ده قرارك. يعني كده ارجع كده ركز في الفيديو ده، وممكن تشوف مراجعه فودافون للموبايل عشان تفهم نظام فيليكس كله، وساعتها انت اللي تقرر وتشوف ايه المناسب بالنسبه ليك. وكمان ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات، تقول لي انت شايف انهي الافضل، وهل فعلا شايف النظام ده بيقدم حاجه جديده، ولا الليميتيشنز اللي محطوطه عليه في الحاجات دي كلها هي اللي فقدته الجمدان اللي كان ممكن يبقى بيه.
وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit